ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. فيديو جديد النهارده. طبعا لأول مرة تشوف القناة ما تنسيش تدوسيلي لايك وتسيبيلي اشتراك من كلمة اشتراك تحت الفيديو. يلا بينا نبتدي الفيديو. النهارده كده هحضر معاكم كده فطار كده حلو وسهل وسريع وجميل وكلنا بنحبه. هعمل معاكم كده فول وسندوتشات طعمية وبتنجان ومخلل. اكله كده حلوه قوي 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 وكلنا كده بايه بنحبها، ومفيش حد ما بيحبهاش. اول حاجه حطيت كده الفول بتاعي على النار. ده فول جاهز يعني انا جايباه من بره، مش عاملاه في البيت وكده. بيكون حلو لما بكون مزنوقه بجيب، يعني الكيس ده عامل 5 جنيه فحلو يعني مش وحش. بس حطيت بعد كده عندي طعميه، وبرده الطعميه دي كمان من بره، مش يعني مش معموله، انا مش عاملاها في البيت وكده. هي كانت حلوة بس لونها كان اخضر شوية. يعني الخضرة اللي فيها كانت كتير بس، لكن طعمها حلو قوي قوي. وكمان ما بتفرولش في الزيت ولا اي حاجة. حلوة يعني عجبتني وكده. بس اول حاجه حطيت هنا زي ما انتم شايفين الفول، وهنا بعمل عجينه الطعميه. وانا لما بحب بقى اعمل الطعميه بسخن الزيت قوي، وبعد كده بهدي النار، وبعد كده بنزل بالطعميه بسيبها تستوي براحتها، وفي اخر 5 دقايق بعلي عليها النار. اتفضلوا معايا شويه دول هشيلهم في الفريزر. امتى محتاجهم يعني وكده هبقى ايه اطلعهم يعني وكده. بس عملت هنا زي ما قلت لكم الفول مش هعمل فيه اي حاجه، مش هعمل فيه لا طماطم ولا بصل ولا دقه ولا طحينه ولا دقه ولا اي حاجه. فول عادي خالص، مصري اصيل ما فيهوش اي افتكاسات. هنحط بس عليه شويه زيت كده في الوش وشويه كمون على شويه كزبره. بس يعني ايه مش كتير، حاجات كده ايه بسيطة. قلت كده تغيير، يعني خدت كذا مرة اعمل الفول بالبصل بالطماطم، فالمرة دي قلت كده لا لازم اغير واعمل حاجة كده ايه مختلفة يعني وكده. هنا بوريكم بقلب كده الطعمية بتاعتي. زي ما قلت لكم هي طعمها حلو وكل حاجة، بس الخضار بتاعها كان كتير يعني وكده. لكن ما بتفرولش في الزيت ولا اي حاجة. وطعمها جميل قوي قوي. هعمل معاكم برضو هقطع كده يعني كم قطعة من البتنجان. انا مش هعمل غير البتنجانة دي. عايزة اقولكم البتنجانة دي صغيرة يعني مش كبيرة ولا حاجة، هي صغيرة فحلوة. يعني عملت لي كام واحدة بتنجان حلو قوي قوي يعني بجد تحفة. مش عايزة كتير بصراحة، عايزة حاجة بسيطة عشان يعني احنا مش كتير. يعني انا الاطفال اللي معايا مش هياكلوا من الاكل ده اصلا، اخرهم ممكن ياخدوا طعمية بس بتنجان لا. اعمل كمان طبق سلطة برضو علشان الاكلة دي بتحب السلطة. عشان انا عايزة اعمل زي ما قلت لكم سندوتشات. كنت جايبة معايا عيش مصري حلو وسخن كده وطازة. كان جوزي جابهولنا يعني وكده. فبصراحة العيش السخن بيحب الطعمية السخنة والسلطة، والاكلة دي بجد بجد بتكون حلوة قوي قوي قوي. فعشان كده ايه قلت لازم كده ايه اعمل كده طبق سلطة جنب الاكل. بيفتح كده النفس كده على الاكل وبيكون طعمه حلو. مش هعمل ولا اي حاجة في السلطة غير بس طماطم وخيار بس. يعني مش هحط لها توم، مش هحط لها كزبرة او شبت ولا خس ولا كابوتش ولا اي حاجة. هي طماطم بس وخيار. سلطة عادية بسيطة جدا جدا جدا. بس مش فاكرة كمان انا حطيت لها مش فاكرة حطيت لها كابوتشي ولا لا. آه، انا مش فاكرة، هنشوف مع بعض برضو في الفيديو. هنا بس بوريكم ايه كنت هطلع كده الطعمية بتاعتي كانت اتحمرت وكان طعمها زي ما قلتلكم تحفة. بس هي كان عيبها انها هي خضرة بس بزيادة. هطلع كده الطعمية بصفيها كويس. بعد كده هنزل بالبتنجان بتاعي. انا مش حاطه زيت كتير في الطاسة، بس يعني عشان ايه عشان انا ما بقليش كتير. يعني المقليات دي انا قللتها خالص، يعني انعدمت بالنسبة لي. ما فيش غير ممكن كل فين وفين نعمل كده مرة من باب التغيير مش اكتر. لكن انا بطلتها يعني وكده. هبتدي كده ايه عملت طعمية وادي السلطة وجبت العيش. هبتدي احشي السندوتشات بتاعتي علشان يعني ايه تبقى سخنة كده وحلوة. بتكون طعمها بجد بيكون روعة، احنا بنحبها قوي قوي.
فتحت كده العيش بتاعي، بحط كده ملعقة سلطة كده من جوه، وبحط عليها طعمية يعني وكده. مش هعمل سندوتشات كتير، انا مش هعمل غيرهم 4 بس، كويسين وحلوين قوي 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 علينا. وعشان انا عاملة فول وعاملة بتنجان، فاللي عاوز يعني ايه يعني يشكل كده مع بعض. تقدري تحطي برضو بتنجان سخن وسط الطعمية، بس انا ما برضاش بصراحة. بحب لو حد عاوز يحط في الساندوتش بتاعه، عشان لو مش حابة وكده ما فيبقى بلاش يعني. يعني في ناس ما بتحبش الطعمية والبتنجان مع بعض، في ناس عادي بتحبهم، في ناس بتحب تحط كمان فول. لا، فبراحتك. انا هحط الحاجات يعني احط الاكل، وبعد كده اللي عاوز يضيف حاجة يضيفها في الساندوتش بتاعه. كمان هحط برضو عيش زيادة للأكل، لو حد حابب ياكل عيش يعني يعني عيش بالفول والكلام ده، برضو هحط كام حاجة كده زيادة للأكل. بس حطيت كده، عملت ال4 سندوتشات بتوعي وارصهم كده في الطبق الجميل ده. بس وبعد كده هنشوف هنعمل ايه تاني. يعني كده انا خلاص كنت حضرت يعني كل حاجة، ما كانش معايا حاجات كتير. آه اهو جهزت برضو كان بقوا معايا شوية سلطة، حطيتهم في الطبق. واتبقى معايا حطيت شوية مخلل، عشان المخلل بيكون بجد بجد بيغير طعم الاكل 180 درجة. انا بحسه بيفتح النفس قوي قوي للاكل. بس. وكمان كنت هطلع خلاص الباذنجان بتاعي كان اتحمر وبقى 10/10، هطلعه كده. والفول كمان كان جاهز، هغرف بس الفول اللي حطيت له بس البهارات اللي قلتلكم عليها، كمون وشويه شطه وشويه كزبره وفلفل اسود وبس، والملح طبعا اساس. قلبتهم كده تقليبه، وكانت برضو البتنجان بتاعي خلاص كده جاهز معايا. اطلع البتنجان، بعد كده اوريكم شكل الاكل هيكون عامل ازاي. قولوا لي رايكم بصراحه، ايه رايكم في الفطار ده؟ هو حلو ولا لا؟ ينفع معاكي غدا، ينفع معاكي عشاء، ينفع معاكي، ينفع يعني ينفع معاكي في اي حاجه بجد. لو انت محتاره تعملي ايه اكل، الحاجات الحرشه الحلوه دي بتبقى بجد طعمها حلو، وكلنا بجد بنحبها. حطيت كده البتنجان بتاعي، واتمنى بجد انكم تكتبوا لي كومنتات حلوه منكم، عشان بجد بتفرحني قوي قوي وبتغير لي المود بتاعي. وهنا بوريكم شكل الاكل بتاعي وبس. وده كان الفيديو بتاع النهارده، اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.